تمام، نقول بسم الله كده. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النمو السكاني فقط، المرة دي هناخد التوزيع السكاني. هراجع بسرعة كده النمو السكاني وهسأل وانا ماشية تمام كده. بالنسبة للنمو السكاني قلنا عدد السكان كبير في افريقيا، قلنا 1.5 مليار نسمة تمام كده. طب مين اللي هيقول لي ترتيب القارات من حيث عدد السكان؟ ريم. أكبر دولة نيجيريا، وبعدها أثيوبيا، وبعدها مصر. تمام، الله ينور عليك. انا عايزة قارات العالم، خدي بالك من السؤال. قارات العالم، اكبر القارات من. أكبر قارة آسيا، والتانية أفريقيا. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، تمام. طيب قارة أفريقيا. عندي أكبر قارات، أكبر الدول الأفريقية سكانا زي ما زميلتكم قالت ريم، نيجيريا وأثيوبيا ومصر بالترتيب. طيب نسأل محمد عيد، إيه أسباب النمو السكاني في قارة أفريقيا؟ عندي سببين. محمد عيد. الزيادة الطبيعية والهجرة. الزيادة تمام، الطبيعية الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. الله يفتح عليك، تمام كده. عندي زي ما قال صاحبكم كده زميلكم، الزيادة الطبيعية اللي هي الزيادة الطبيعية والهجرة، قلنا المواليد، الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. تمام. طب أعلى الدول في الزيادة الطبيعية كلها، مش بقول أعلى الدول في المواليد، أعلى الدول في الزيادة الطبيعية فقط يا فريدة. فريدة. فريدة معايا؟ فريدة سامعاني؟ هي فريدة ما دخلتش معانا يا شباب؟ طيب نسأل عماد طارق. فريدة ما دخلتش. تمام، هقول لها تمام. تمام. طب عماد طارق. ماشي يا باشا. ازيك يا عماد، ايه الأخبار؟ الحمد لله. تمام. احنا قلنا اعلى دول زياده طبيعيه، مش معدل مواليد او وفيات، زياده طبيعيه، هي ايه؟ مين ومين؟ النيجر. السودان. الله يفتح عليك، تمام كده. طيب معدل المواليد بشكل عام في افريقيا قلنا مرتفع. معدل المواليد، اكبر دوله فيها معدل مواليد محمد طارق، دوله في افريقيا اسمها ايه؟ النيجر. النيجر. الله يفتح عليك، بما تفسر بقى. هيقول لك ارتفاع معدل المواليد في قارة أفريقيا، قلنا بسبب 3 حاجات، أنت اكتب 2 بس هيبقوا صح. 1 كثرة الإنجاب، الزواج المبكر، تمام كده. 3 ضعف برنامج تنظيم الأسرة. طب في سؤال تاني بيجي وبيتكرر كتير في الامتحانات، انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في أفريقيا بسبب اهتمام الدول الأفريقية بإيه؟ بصحة الأم والطفل. أو زي ما احنا كاتبين كده، بسبب اهتمام الدولة الأفريقية والمنظمات الدولية. 1 تطوير النظام الصحي، 2 الاهتمام بصحة الأم وإيه؟ والطفل. طيب نسأل ريم. عندنا نوعين من الهجرة. ريم. هجرة خارجية وهجرة داخلية. الله يفتح عليك، تمام. في ناس اتلخبطت بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة في الأسئلة بتاعت الواجب. احنا الهجرة الوافدة يعني ايه؟ يعني انا قاعدة في مكاني وفي ناس بتجيلي، يبقى دي اسمها هجرة وافدة، يعني الناس بتيجي لقارة أفريقيا، دي اسمها وافدة. طيب أولى الدول بقى اللي الناس بتيجي ليها في قارة أفريقيا، محمد عيد، اسمها ايه؟ محمد عيد. تمام مس. ايوه، دولة ايه؟ دولة. الهجرة. انت سمعت السؤال ولا اقوله تاني؟ قولي تاني. تمام. اكبر الدول الافريقية اللي بيجي لها هجرة وافدة اسمها ايه؟ الهجرة إلى أفريقيا وأوروبا لا لا، استنى، ركز معايا بص. وأمريكا الشمالية والدول الخليج استنى بس، العربي. استنى بس، استنى اسمعني على مهلك، مفيش حد بيجري وراك. بص، دلوقتي في حاجة اسمها هجرة وافدة، يعني في ناس بتيجي من بره لأفريقيا. في دولة بقى كبيرة في أفريقيا، الدولة دي أولى الدول جاذبة للسكان، الناس بتيجي من بره. جنوب أفريقيا. الله يفتح عليك، دولة جنوب ايه؟ افريقيا، تمام. أفريقيا. تمام. الناس في الامتحان تقرا السؤال كويس، الناس بتبقى عارفة الإجابة، بس لما ما بتقراش السؤال كويس بتجاوب مش صح، فعايزين الناس تقرا السؤال كويس، تمام. طيب عندنا الهجرة المغادرة، يعني الناس اللي بتمشي من أفريقيا وبتروح إيه؟ إحنا أساسا كلنا في أفريقيا، في ناس في آسيا، في قارة آسيا تقريبا، في السعودية، صح كده؟ انا بتكلم يعني بوجه عام، لو احنا كلنا من افريقيا، الناس الوافده الناس اللي بتجيلي. طب الناس اللي مشيت من افريقيا اسمها الهجره المغادره،
او الهجره النازحه، ممكن يكتب لك في الامتحان النازحه، يبقى انت عارف الهجره المغادره اللي هي الايه، الهجره النازحه. طيب ايه لما بيمشوا من افريقيا بيروحوا قارات تانية؟ إيه ممكن عماد طارق يقول لي ايه هي القارات دي؟ نعم يا مس. ايوه، ايه هي القارات اللي احنا بنهاجر من قاره افريقيا ليها؟ آه، أمريكا الشمالية وأوروبا ودول الخليج. ودول الخليج العربي. الله يفتح عليك. محمد طارق، بما تفسر هجرة سكان من قارة أفريقيا إلى القارات الأخرى؟ ليه الناس بتمشي من أفريقيا للقارات الأخرى؟ ليه؟ ليه؟ سامعني يا محمد؟ محمد طارق. أيوة يا مس. أيوه، ليه بقى الناس بتهاجر من أفريقيا وبتروح دول أخرى؟ للبحث عن فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. تمام، هقول له واحد في الامتحان البحث عن فرص عمل، اتنين تحسين مستوى المعيشة، تلاتة البحث عن فرص تعليمية. بس كده حلو. تمام كده. ممكن انت بقى تزود عدم الاستقرار السياسي والحروب. تمام. طب هيجي لنا مثلا سؤال في الامتحان هيقول لي ما المقصود بالهجرة الغير شرعية؟ هقول له انتقال الافراد بين الدول بطريقة غير قانونية. غير شرعية تبقى غير قانونية دون تصريح، من غير ما اخد ورق قانوني ان انا اسافر البلد دي، او تجاوز مده الاقامه القانونيه، واحنا قلنا المره اللي فاتت. لو في اي حد مش فاهم اي حاجه يبعت لي على الخاص على الواتساب، ما عنديش اي مشكله في اي وقت. ايه النتائج المترتبه على زياده الهجره الغير شرعيه يا ريم؟ يؤثر سلبا على استقرار الدول. تمام. محمد عيد، ايه هي الاخطار اللي بيتعرض لها المهاجرين الغير شرعيين؟ الغرق في البحر والاستغلال. تمام. الغرق في البحر، اتنين حرمانهم من حقوقهم. مش لازم تكتب زي ما انا كاتبه، اكتب اللي انت فاهمه. تمام كده هتاخد الدرجه كامله. الغرق في البحر، حرمانهم من حقوقهم. عماد طارق. عماد طارق، ما هي جهود مصر للحد من الهجرة الغير شرعية؟ السؤال ده بيجي كتير على فكرة. ايه قولي كده والله بس. ما هي جهود مصر للحد من الهجرة الغير شرعية؟ مم. وضعت مصر قانون مكافح الهجرة غير بس كده. الشرعية. بس كده، لا بس كده، اكتب كده بس. وضعت مصر قانون لمكافحة الهجرة الغير شرعية. بس أنا بشكرك. السؤال ده بيجي كتير، السؤال ده بيجي كتير، الأسئلة اللي أنا حطاها في الورق بتيجي كتير في الامتحانات. تمام. هيقول لي ما مقترحاتك لحل مشكله الهجره الغير شرعيه؟ هقول له اتنين: توفير فرص عمل، تحسين مستوى ايه، المعيشه. بس ما تكتبش غيرهم. طيب بما تفسر اهميه دراسه البيانات والاحصائيات السكانيه عشان اساعد على وضع خطط لتلبيه احتياجات ايه، المجتمع. تمام كده. هناخده بقى بقيه الدرس. احنا خدنا النمو السكاني صح، وقلنا ان السكان كتير في مصر. كل ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. دلوقتي بقى هناخده حاجه جديده اسمها توزيع السكان. عدد السكان الكبير ده انا بوزعه ازاي؟ طيب بالنسبه لقاره افريقيا، كل دوله فيها اماكن الناس كتيره فيها، وفي اماكن ناس قليله فيها. وكل مكان على حسب الحاجات اللي موجوده فيه. يعني مثلا لو انا عندي ميه هتلاقي ناس كتير، طب في صحراء هتلاقي ناس قليله. تمام، دي حاجه بديهيه. تمام كده. طيب بقسم بقى ازاي الكثافه دي؟ قال لك في اماكن بيبقى الناس فيها كتير قوي، دي بنسميها اماكن ذات كثافه سكانيه مرتفعه. يبقى عندي دي كده ذات كثافه سكانيه مرتفعه. وفي اماكن بتبقى الناس نص نص، دي متوسطه ومنخفضه ونادره. يبقى انا عندي اربع بتنقسم الكثافه السكانيه الى اربعه: واحد مرتفعه، متوسطه، ومنخفضه ونادره. لازم تعرف لي الاربعه دول ليه؟ عشان لما تيجي المرتفعه تعرف يحضر ليك في ذهنك كذا وكذا وكذا. يبقى انت لازم تبقى عارف بتنقسم الكثافه الى اربع حاجات: مرتفعه ومتوسطه ومنخفضه ونادره. يا ريم بتنقسم الى ايه؟ بسرعه يا ريم. بتنقسم إلى مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة ونادرة. محمد عيد. محمد. مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة ونادرة. عماد. عماد. نعم يا ميس. ايوه، بتنقسم مرتفعة لايه؟
منخفضة ونادرة. ومحمد؟ مرتفعة متوسطة ومنخفضة ونادرة. الله يفتح عليك. اول حاجه المرتفع، المرتفع لازم يبقى فيه ميه، لازم يبقى فيه اكل. يبقى انا لما اجي ابص هنا هيقول لي ايه بقى؟ مناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه. هقول له فين؟ لازم تعرف الاماكن دي كويس. معلش انا عارفه الحفظ كتير عليكم، بس لازم تعرف الاماكن دي كويس. الدرس ده يتذاكر كويس كله من اوله لاخره. في امتحان قبل ما اخش الحصه، تمام؟ المره الجايه قبل ما اخش الحصه في امتحان هنزله على الجروب. يعني ده النظام بتاعي، بعد ما اخلص الدرس يبقى في امتحان على الجروب، تمام كده؟ قبل الحصه بتحلوا وبتبعتوا لي خاص قبل ما اخش الحصه بربع ساعه او ثلث ساعه، تمام؟ مش لازم تصوروا، انت بتحل لي في ورقه عادي خالص. السؤال الاول الحل كذا، السؤال الثاني الحل كذا، بتصوره لي تبعته لي خاص على الواتساب، تمام؟ وبعد كده بدخل الحصه، بعد ما اخلص الحصه بعلم وببعت لك النتيجه، تمام كده؟ انا عايزه الناس تركز تذاكر كويس. لما تذاكر درس بدرس هيبقى سهل عليك، تيجي في اخر السنه هتلاقي الدنيا ملمومه معاك، تمام يا شباب؟ هنقوله ايه بقى؟ بسم الله كده. مناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه. عندي 4 اماكن: وادي النيل ودلتا في مصر، تمام؟ وادي النيل. طب انا مش فاكر غير وادي النيل يا ميس، اكتب وادي النيل في الامتحان، تمام كده؟ يبقى وادي النيل ودلتا في مصر. طب وادي النيل ده فين في مصر؟ طيب منطقة النيل الازرق، زي كده ايه، لو انتوا خدتوا في الترم الاولاني كنتوا واخدين منطقة النيل الازرق موجودة فين؟ في السودان. يبقى عندي وادي النيل في مصر، منطقة النيل الأزرق في السودان. إيه تاني بقى؟ السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية الشرقية لقارة أفريقيا، تمام يا شباب؟ يبقى عندي 4 أماكن ذات كثافة سكانية مرتفعة: واحد وادي النيل في مصر، منطقة النيل الأزرق في السودان، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الجنوبية الشرقية. أنت لو حفظت دي السواحل الشمالية الغربية حفظتها خلاص، تمام؟ التانية بتبقى عكسها، الشمالية اكتب مكانها الجنوبية، الغربيه اكتب مكانها الشرقيه. احفظ واحده بس عشان ما تتلخبطش، والتانيه عكسها. فاهمين يا شباب؟ احفظ واحده بس. يعني ايه احفظ؟ الشماليه الغربيه، السواحل الشماليه الغربيه. حاجه تحت هنا اكتب السواحل. طب الشماليه عكسها ايه؟ الجنوبيه. والغربيه عكسها ايه؟ الشرقيه. بس يبقى تحفظ لي واحده بس عشان ما تتلخبطش، ما تحفظش الاثنين. الثانيه اكتبها عكسها. اكثر المدن اكتظاظا بالسكان، اقول لك لاجوس فين في نيجيريا، والقاهره في مصر، تمام كده؟ نسأل الناس. نسأل الناس كده. ريم، ريم، ريم سامعاني؟ ريم. طب محمد عيد سامعني؟ ايوه يا ريم، تمام. ايوه يا ريم سامعاني؟ طب نعم يا مس. ايوه سامعاني. بصي، مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، قولي واحدة بس. نعم. ايه؟ أيوة سامعاك. الصوت بيقطع عندك. طب محمد عيد، محمد عيد، محمد عيد سامعني؟ الناس سامعاني ولا لا؟ نعم يا مس. سامعني كويس؟ اه. طيب. قول لي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، قول لي واحدة بس، واحدة بس. وادي النيل ودلتا في مصر. تمام. عماد طارق. نعم يا مس. قول لي واحدة تانية. منطقة النيل الأزرق في السودان. الله يفتح عليك. محمد طارق. نعم يا مس. سواحل ايه؟ السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية الشرقية. تمام. احفظ لي واحده تمام. بس عشان ما تتلخبطش، والتانيه والتانيه اكتب عكسها. احفظ لي واحده بس عشان الناس ما تتلخبطش. طيب. ريم سامعاني يا ريم كده؟ اه سامعاك يا مس. الصوت عندك بيروح. بصي، اكثر المدن بقى اكتظاظا. يعني ايه اكتظاظا؟ يعني ازدحاما. يعني ممكن يكتب لي في الامتحان اكتظاظا، يبقى انا عارف اكتظاظا معناها ايه؟ ازدحاما، تمام كده؟ تقدري تقولي ايه هي يا ريم؟ القاهرة في مصر. الله يفتح عليكي. وايه تاني في نيجيريا؟ لاجوس. لاجوس. لاجوس في نيجيريا اسمها ايه؟ لاجوس في نيجيريا.
الله يفتح عليك. تمام. عندي اسئله بس تيجي كتير في الامتحان، هيقول لك ايه بقى؟ بما تفسر ارتفاع الكثافه في وادي النيل. حد يعرف ليه؟ من غير ما احفظ السؤال، حد يعرف ليه في ناس كتيره في وادي النيل في مصر؟ ها؟ أنا عارفة. قولي. ها؟ بسبب توفر المياه العذبة. تمام، الله يفتح عليك. قول يا محمد يا عيد. بسبب ايه يا محمد؟ وبسبب العمل. لا، ما احنا انا عايزه حاجه اساسيه. انا دلوقتي جيت من بعيد ولقيت في ميه، قعدت عملت زرعت. تمام. اللي عامل خط يمسحه. محمد. نعم. محمد. يبقى عندي بما نعم. تفسر ليه الكثافه السكانيه مرتفعه في وادي النيل. بسبب المياه العذبة. بسبب الايه؟ المياه العذبه. تمام، بسبب المياه العذبه. و... المياه. ايوه، والتربه الخصبه. تمام. عندي السؤال بيقول لك بما تفسر. ثانيه واحده يا شباب، عشان الأذان بس. اديني دقيقة واحدة. آخر واحدة ده. تمام يا شباب، نكمل. سامعيني كده؟ يبقى احنا قلنا سامعين. يبقى احنا قلنا أكثر المدن اكتظاظا بالسكان أو أكثر المدن زحمة. قلنا لاجوس في نيجيريا، وفي القاهرة في مصر. تمام كده؟ طيب. عندي أسئلة بتيجي في الامتحان كتير. بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في وادي النيل في مصر، أو بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في النيل الأزرق بالسودان. هقول له بسبب وفرة المياه العذبة وتربة خصبة. ما دام في مياه عذبة أكيد في تربة خصبة. طب ليه؟ عشان أزرع والناس دي تقدر تاكل. من أسباب ازدحام الأماكن دي إن هي فيها مياه وتربة خصبة أقدر أزرع فيها. تمام كده يا شباب؟ طيب. بما تفسر كثافة السكان، برضك نفس السؤال. في السواحل الشمالية الغربية، أو بما تفسر ارتفاع كثافة السكان في السواحل الجنوبية الشرقية. هقول نفس اللي قلته فوق ده، بس هزود حاجة واحدة زيادة: اعتدال المناخ. تمام. يبقى هقول نفس اللي أنا قلته فوق: بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة، وبسبب اعتدال الإيه؟ المناخ. طيب. احنا قلنا بما تفسر. تمام. عندي شباب بتتلخبط بين بما تفسر وما النتائج المترتبة على. انا عندي هنا بيقول لك ايه؟ ما النتائج المترتبة على ارتفاع كثافة السكان في لاجوس والقاهرة. هقول له بيضغط على الموارد. ناس عددها كتير، بتستهلك مية كتير، بتحتاج مدارس. تمام كده. بتحتاج مصانع. تمام كده. بتحتاج ان الشوارع تتسفلت، بتحتاج صرف صحي. فكل ده بيضغط على ايه؟ على الموارد. يبقى ادى ذلك الى الضغط على الموارد والخدمات، وبالتالي يتطلب وضع خطة تنموية. تمام كده. نقول تاني. يبقى انا عندي اكتر الاماكن زحمة. يا يارا، لا يا ريم. أكتر الأماكن الزحمة وادي النيل في الدلتا،
تمام، في لا، مصر. وادي النيل والدلتا في مصر، الله يفتح والنيل عليك. الأزرق في السودان، الله يفتح عليك. والسواحل الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية. ما شاء الله عليك، انا بشكرك. نسأل محمد عيد. محمد سامعني؟ نعم محمد، يا مس. اكتر المدن ازدحاما بالسكان او اكتظاظا بالسكان؟ ها؟ لاجوز في نيجيريا، والقاهرة في مصر. الله يفتح عليك. عماد طارق. نعم يا ميس. هيقول لك بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في وادي النيل ودلتاه في مصر؟ هتقول له ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب وفر الماء العذبة بسبب وفرة المياه العذبة وايه؟ والتربة الخصبة. الله يفتح عليك. ثانية واحدة يا شباب، هو الميتنج الغريب. تمام يا شباب، نكمل. ماشي. طيب، احنا خدنا كده اللي ذات كثافة سكانية مرتفعة، هناخده ذات كثافة سكانية متوسطة. تمام. ايه هي بقى المناطق اللي فيها سكان قليلة؟ عندي منطقتين: مناطق استخراج المعادن، ومناطق المناطق المرتفعة ذات المناخ المعتدل. زي ايه؟ احنا قلنا كل ما بنرتفع عن سطح الارض، تمام كده، درجة الحرارة بتقل. تمام كده. فالمناطق اللي فيها درجة الحرارة عالية، الناس بتحب تسكن فوق الهضاب. فعندي منطقتين بتبقى الكثافة السكانية متوسطة. ايه هم بقى المنطقتين دول؟ معلش تعالى على نفسك، لازم تحفظهم زي ما انا كاتباهم كده: مناطق استخراج المعادن والطاقة الحفورية. يعني ايه الطاقة الحفورية؟ الطاقة الحفورية دي اللي هو الغاز الطبيعي، البترول او الفحم. هتحفظها كده زي ما هي. تمام كده. طب انا نسيتها في الامتحان ومش عارف اكتبها، اكتب لي مناطق استخراج المعادن. تمام. طيب لو هو كاتبها لي، ابقى انا عارف الطاقه الحفوريه اللي هي الغاز الطبيعي، البترول، الفحم. طيب، وبعد المناطق المرتفعه ذات المناخ المعتدل، زي ايه؟ هضبه الحبشه وهضبه البحيرات الاستوائيه. يبقى عندي مناطق ذات كثافه سكانيه متوسطه اتنين: مناطق استخراج المعادن، واللي هي بعض المناطق المرتفعه ذات المناخ المعتدل. نسال عماد طارق. عماد. فريده دخلت معانا. فريدة. مين رندا؟ مين رندا يا جماعة؟ مين رندا؟ طب فين عماد طارق؟ طب محمد، معاك سامعني يا يا محمد؟ ميس. في إيه يا عماد؟ بقالي ساعة بنده. سامعك.
في حد معانا نعم تاني؟ يا ميس، أنا مريم مش ريناء، بس أنا اللي داخلة بالاسم ده بس. اه مريم، انت حضرتي معانا الحصه اللي فاتت يا مريم؟ لا. تمام ماشي، انت اصلا لسه داخله دلوقتي صح؟ أيوه. طيب ماشي، انا راجع في اخر الحصه، هي كده كده الحصه مسجله بس هراجع تاني في اخر الحصه. طب سمعتي الجزء اللي انا قلته دلوقتي، اللي هي مناطق ذات كثافه أيوه سكانيه سمعت. متوسطه؟ طب تقدري تقولي لي ايه هي؟ أيوه سمعت. تقدري تقولي لي؟ عرفت ان انت بتقولي، يعني حضرتك بتقولي ان هي المناطق ذات الكثافة المتوسطة يعني مش مزدحمة، اللي هي مناطق استخراج المعادن والطاقة الأحفورية. لو انا معرفتش اكتب الطاقة الأحفورية نكتب المناطق استخراج المعادن، الله يفتح ولو جات عليكي. لنا يبقى الطاقة الأحفورية، يبقى احنا عارفين ان هي الغاز الطبيعي والبترول والفحم. الله يفتح والمناطق عليكي. المرتفعة اللي الله يفتح عليكي، انا سامعاكي. والمناطق المرتفعة اللي هي بتكون ذات مناخ معتدل، زي هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية، زي اللي احنا ممكن نقول المنبع الدائم والمنبع الموسمي. الله يفتح عليكي، انا بشكرك جدا. تمام، انا هرجع الحته دي عشانك. تمام، ركزي معايا بقى. الجزء الاولاني من الدرس احنا فيه هبعته لك انا. تمام. طيب احنا خدنا دلوقتي بسرعه كده، هنرجع بسرعه رندا بسرعه. مش هنفتح ميتنج تاني على فكره يا شباب. تمام، وهخلصكم قبل العلوم ما تقلقوش. وبعد كده هنخش بدري شويه. عندي التوزيع السكاني، الكثافه السكانيه قلنا بتختلف من مكان لمكان، عندي مرتفعه متوسطه منخفضه ونادره. تمام. طيب ايه هي بقى ذات كثافه سكانيه مرتفعه؟ عندي وادي النيل في مصر، منطقه النيل الازرق في السودان، السواحل الشماليه الغربيه والسواحل الجنوبيه الشرقيه، دي مناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه. طيب ايه هي بقى الاماكن اللي مزدحمه او اكتظاظا بالسكان؟ عندي لاجوس في نيجيريا، والقاهره في مصر. تعرف لي دول كويس عشان بيجوا اختيارات. يبقى عندي اكثر الاماكن المدن اكتظاظا او ازدحاما بالسكان، عندي لاجوس في نيجيريا، والقاهره فين؟ في مصر. طب بما تفسر، هيقول لي بما تفسر ارتفاع الكثافه السكانيه في وادي النيل، او بما تفسر ارتفاع الكثافه السكانيه في النيل الازرق، هقول له بسبب وفره المياه العذبه والتربه الايه؟ الخصبه. تمام كده. هيجي تاني يقول لي بما تفسر ارتفاع الكثافه السكانيه في السواحل الشماليه الغربيه او السواحل الجنوبيه الغربيه الشرقيه، هقول له بسبب وفره المياه والتربه الخصبه، وازود عليها بسبب اعتدال المناخ. طب ايه النتائج بقى المترتبه على ارتفاع السكان في لاجوس والقاهره؟ هقول له ادى الى الضغط على الموارد والخدمات. تمام. المناطق بقى ذات الكثافه السكانيه المتوسطه، زي ما مريم قالت، مناطق استخراج المعادن والطاقه الاحفوريه، اللي هي ايه هي الطاقه الاحفوريه؟ الغاز الطبيعي، البترول، الفحم. بعض المناطق المرتفعة ذات المناخ المعتدل، زي هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. طيب هناخده بعد كده. احنا قلنا 4 مناطق فيهم كثافة سكانية، قلنا مرتفعة ومتوسطة. دلوقتي هنتكلم عن المنخفضة. منخفضة يعني ناس قليلين بيعيشوا فيها، مش كتير. طب بيبقوا موجودين فين؟ بيبقوا موجودين في حتت صغيرة، وبيبقوا عائلات مع بعضها. تمام، وفي مناطق محددة. زي ايه؟ مناطق يا الرعي. مس، ايوه. ايوه يا ريم. ينفع اللي هو تقولي ما النتائج المترتبة على ارتفاع السكان؟ حاضر حاضر من عيني. انا عندي دلوقتي ناس كتير، يعني مثلا انا وانتي قاعدين في بيت، ماشي، شقه واحده، تمام كده، ليها ماسوره ميه واحده وليها صرف صحي واحد. جم 30 نفر جم قعدوا في الشقه اللي انا قاعده فيها دي، هيكفي ميه وهيكفي صرف صحي؟ هي طبعا هيبقى لا. فالعدد الكبير من السكان عمل ضغط على الموارد، احتاجوا صرف صحي اكتر، احتاجوا موارد الميه اكتر. فهقول ايه بقى؟ ازاي اترجمه كلام بقى على الورق عندي في الامتحان؟ هيقول لي ما النتائج المترتبه على ارتفاع الكثافه السكانيه في لاجوس والقاهره؟ هقول له ادى الى الضغط على الموارد والخدمات. تمام. الموارد اللي هي مثلا زي الشرب. طب والخدمات اللي هي زي الصرف الصحي، زي الشوارع لما بتيجي بتتسفلت. تمام. وبالتالي يتطلب وضع خطة تنموية. طب أنا مش حافظ خطة تنموية، اكتب لي أدى إلى الضغط على الموارد والخدمات بس. أنا كاتبه لك الإجابة كاملة، أنت احفظها كاملة، تيجي في الامتحان بتوقع نص الإجابة. فأنت احفظها كاملة. أدى إلى الضغط على الموارد والخدمات، وبالتالي يتطلب وضع خطة تنموية.
تمام كده يا ريم؟ اه ماشي، شكرا. العفو يا حبيبتي. يبقى عندي مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، المناطق اللي فيها رعي وزراعة، مش الزراعة بقى اللي هي شبه الزراعة اللي على النيل، اللي هي على النيل بتاعنا، لا، اللي هي السافانا والاستبس. دي ناس قليلة جدا بتبقى موجودة جنبها، يعني مثلا لما بتبقى في حشائش زي السافانا والاستبس بيبتدي هو يشيلها ويزرع حاجات على قده كده ياكلها. عشان كده بتبقى المناطق دي فيها ناس قليلة جدا، فبنسميها مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة. تمام يا شباب؟ عندي آخر واحدة بقى اللي هي النادرة. يبقى احنا خدنا المرتفعة والمتوسطة والنادرة. طيب النادرة بقى دي فين؟ أنا عندي دلوقتي صحراء، تمام؟ فيها سكان؟ لا، بيبقى السكان قليلين جدا، ناس يعني زي البدو زمان كده. بتبقى كمان درجة الحرارة بتاعتهم صعبة، يعني الصبح بتبقى حر جدا في الصحراء، وبالليل بتبقى ساقعة جدا، فصعب إن البني آدمين يقدروا يعيشوا في المكان ده. وإضافة على كده مفيش مية، مفيش زرع، المناخ صعب، فعشان كده ما بيبقاش في ناس قاعدين في المناطق دي. يبقى انا عندي اللي ذات كثافة سكانية نادرة الصحراوية، المناطق الصحراوية زي الصحاري. وايه تاني؟ والمستنقعات. طب ليه في المستنقعات؟ عشان ركود المية، انتشار الامراض، تمام، صعوبة الحركة. في مستنقعات مش هقدر اتحرك بسهولة. طب اقدر اشتغل، يقدر يبني مصانع؟ لا، مفيش، هيبقى صعب. تمام. يبقى عندي مناطق ذات كثافة سكانية نادرة: واحد المناطق الصحراوية، اتنين المستنقعات. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا 4 مناطق: مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة اللي هو وادي النيل في مصر، النيل الأزرق في السودان، السواحل الشمالية الغربية، احفظ واحدة الثانية عكسها، الجنوبية الشرقية. تمام كده؟ طيب عندي اللي هي مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة: مناطق استخراج المعادن والطاقة الحفورية. بعض المناطق المرتفعة زي إيه؟ زي هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة اللي هي مناطق الزراعة في السافانا والاستبس. خد بالك، مناطق الزراعة بس في السافانا والاستبس دي تبقى منخفضة. تمام؟ عندي النادرة زي ما قلنا الصحراويه والمستنقعات. ايه الاسئله اللي بتيجي عليها؟ الاسئله اللي انا حاطها لك في الورق هي اللي بتيجي في الامتحانات وبتتكرر كتير، فلازم تذاكرها كويس، يعني اكتب السؤال وانت جاوب عليه. تمام. طيب بما تفسر ندره السكان في المناطق الصحراويه؟ زي ما قلنا عشان ندره المياه والظروف المناخيه القاسيه. طب بالنسبه بقى للمستنقعات هقول له برضو بسبب صعوبه الحركه، قله الانشطه الاقتصاديه، وانتشار الامراض. فاضل لي نسال الناس. ريم، نعم يا مس. بما تفسري ندرة السكان في المناطق الصحراوية؟ ليه؟ بسبب صعوبة الحركة وقلة الأنشطة لا، الاقتصادية خدي وانتشار الأمراض. بالك، أنا قلت لك المناطق الصحراوية، ما قلتلكيش المستنقعات. الصحراوية بسبب ندرة المياه العذبة. بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية القاسية، عشان الجو بيبقى صعب جدا، بيبقى الصبح حر جدا ما يحتملش، وبالليل بيبقى برد جدا لا يحتمل برضه. نسأله محمد عيد. محمد، بما نعم تفسر مس. ندرة السكان في المستنقعات؟ بسبب كل صعوبة واحد. الحركة. ماشي، بسبب صعوبة صعوبة الحركة الحركة. وقلة النشاطات وانتشار الأمراض. تمام. اللي هفتح ميتنج دلوقتي، لو الميتنج فتح على طول هفتحه كمان 10 دقايق، هنخش كمان 10 دقايق. تمام. الملخص بقى اللي احنا خدناه ده كله عشان الناس ما تتوهش. الملخص بقى اللي احنا خدناه ده كله: عندي المرتفعة قلنا وادي النيل، سواحل شرقية، منطقة النيل الأزرق، سواحل جنوبية شرقية. متوسطة مناطق استخراج المعادن، وبعض المناطق المرتفعة. منخفضة مناطق الرعي والزراعة. عندي نادرة اللي هي المناطق الصحراوية. نسأل الناس اللي احنا ما سألناهاش. عماد طارق، بسرعة يا نعم عماد. يا مس. بص، تصنف مدينة القاهرة على إنها من المناطق ذات الكثافة السكانية الإيه؟ المرتفعة ولا المتوسطة ولا المنخفضة؟ مرتفع. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. تمام. يعني محمد طارق، نعم يا ميس.
من المناطق الكثافة السكانية النادرة بقارة أفريقيا، هضبة الحبشة ولا المستنقعات ولا النيل الأزرق؟ هضبة الحبشة. المناطق السكانية، بص، النادرة، أنت لخبطتني. النادرة يا حبيب قلبي، النادرة. النضرة. اه النيل. النيل يا الأزرق. راجل، يا راجل، النيل الأزرق مرتفع، النيل الأزرق. نادرة، هضبة الحبشة ولا المستنقعات ولا النيل الأزرق؟ ما فيهاش المستنقعات. ناس. المستنقعات. ما فيهاش ناس تبقى المستنقعات، لسه قايلينها دلوقتي. مريم، مريم، مريم سامعاني؟ نعم. نعم. أي مما يلي من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة في أفريقيا؟ متوسطة. مناطق استخراج المعادن. الله يفتح عليك، تمام. الميت هيقفل، بس عايزه اقول حاجه دلوقتي. بيقول لي محمد طارق من المناطق الكثافه السكانيه النادره. الناس ما تتلخبطش، انا حاطه الصفحه دي عشان الناس ما تتلخبطش، تمام؟ يعني الصفحه دي مهمه، تراجع لي مرتفعه من فين ومتوسطه مين ومنخفضه ونادره. فعندي دلوقتي نادره، نادره فين؟ النادره الصحراويه والمستنقعات. يبقى انا كده من المناطق الكثافه السكانيه النادره. في صحراويه هنا لا، في مستنقعات يبقى اختار المستنقعات. طب هدفة